قاع الناس عارفين باللي ماشي كلشي تيبغي يقرا القصص ديال الرعب والغموض والتفكير في الغيبيات. وكاين ناس اللي عزيز عليهم هاد العالم المشوق اللي كله غموض وتشويق ورعب، عالم الجن والشياطين. وتنلقاوهم ديما تيقلبوا في المواضيع اللي عندها علاقة بالعالم الآخر، يعني الجن والسحر وغيرها، باش يرضيو فضول التفكير في الأمر الغامض. حتى داروها هواية وكبروا الموضوع شوية وقرروا يدخلوا لهذا العالم ويجربوه عن قرب بحال اللي درت أنا. كنت ديما تنقول باللي الرعب والبحث في كتب السحر والتعمق في الموضوع غير تسلية، وممكن يكون غير ترفيه للنفس لا أكثر. أنا تنقول هذا الكلام لأني دخلت لهذه التجربة بدون قصد، والله ما كانت نيتي ويوقع هذا الشيء كامل اللي كان غادي ينهي حياتي. واللي تيخاف وما فايتش ليه يقرا شي حاجة على الرعب فبلا ما يقرا هذه القصة هذه. الاسم ديالي عبد الرحيم وعندي 24 سنة. كنت عايش حياة عادية الحمد لله، واخا كانت شي مشاكل لكن ديما ما تنخليهاش تأثر على النفسية ديالي. لأن من غير الرعب ديما تنقرا قصص تاع الناس اللي عندهم مشاكل أكثر وأكبر. تنسى ديالي وتتبقى عندها حتى قيمة بالنسبة ليا. يعني المشاكل ديالي فاش كنعرف الناس مش كتعاني، المشاكل ديالي ما كتبقاش عندها قيمة في مقارنة مع ديك المشاكل والقصص ديال الناس الآخرين اللي كيعانيو منهم. المهم قصتي بدات فاش كنت كندير واحد البحث على كائنات الظلام، حيت المخلوقات اللي تتعيش في الظلام. وتنقلب من موقع لموقع ومن صفحة لأخرى ما لقيت شي حاجة اللي غادي تقنع الفضول ديالي. ولو مشيت لشي كتب حتى هما تنلقى نفس الكلام والقصص، وخا كانت أحداث واقعية بلسان باحثين وعلماء في هذا العالم، وحتى شهادات أطباء نفسيين اللي عانوا بحالات ديال الناس اللي كانوا عندهم واحد الحالات ديال الناس اللي دازوا من هاد التجارب. صافي عييت من داك الشيء وفقدت الامال باللي راه غادي نلقى شي حاجه اللي غادي ترضيني. يعني صافي قلت راه ما غادي نلقى حتى شي حاجه. ما علينا، قلت ننزل نتسركل واحد شويه ونبدل الجو، نشم شويه د الهواء برا الدار. برا الدار يعني كان الليل والظلام في الزناقي بحال الا الضوء مقطوع. وبقيت تنتخيل الصور ديال الجنون وتحضير الشياطين اللي كنت تنشوف في الانترنت اللي تتخلع الناس. وبقيت تنتمشى وكنت فاكر يعني سارح معهم. ما كنقولش ما كنتش مخلوع، لكن بحكم انا ديما تنشوف هاد التصاور كانت الخلعه ناقصه شويه. سمعت الصوت تاع التليفون تيصوني وانا نجاوب الو. هو الو عبد الرحيم، انا هيثم، لاباس عليك؟ فينك صاحبي من قبيله وانا تنصوني عليك الفيكس والو ما كتجاوبش. انا لاباس الحمد لله، راه خارج من الدار. فين كاين انت دابا؟ هيثم قال لي انا قريب من الجردة اللي تنجلسو ديما، الجردة اللي حدا الروضة المنسية. حتى انا قريب من تما 5 دقائق ونكون عندك. المهم تلاقيت مع هيثم وبقينا هضرة تجبد هضرة، وحتى هو عزيز عليه بحال هاد المواضيع، حيت هو اصلا صحافي وتيركز على هاد المواضيع اللي تثير الجدل بين الناس. وقلت ليه هذه هي الفرصة، وعاودت ليه كل شيء بالتفصيل الممل، وطلبت منه يعاوني ويشوف لي شي قصة تكون مرعبة من الذوق ديالو، لكن تكون واقعية وحقيقية. خلينا من داكشي ديال الانترنت كنقلب ديما يعني القصص اللي وليت كنعتاد انني نقراهم وانهم كيتعاودوا ديما يعني في المقالات وفي الجرائد الالكترونية. قال لي صافي، انا غادي نشوف ليك شي قصة اللي تكون من النوع اللي تيعجبك. وهنا وصلت واحد الوقت من الليل تفارقنا ورجعت انا للدار وقريت واحد القصة ديال السحر الأسود اللي ما حركت فيا والو. كان هادشي ولا عندي عادي. النهار الثاني اتصل بيا هيثم وقال لي انا راه لقيت لك واحد القصة وهي حقيقية من نوع خاص، ماشي فيديو ولا قصة مكتوبة بحال اللي فايت تنقراو. هذا واحد الولد تنعرفه وتيقولوا عليه باللي وقعت ليه شي حاجة غريبة هاد الأيام، ما بقاش تيخرج من البيت ديالو ولا غير سد عليه. يعني قال لي شنو بان لك نمشيو عند هاد الدري هذا نشوف واش عنده نكتشفوا حتى حنايا، راه يعني عطالقينها وعزيز علينا هذا الرعب اصلا، عزيز علينا هاد المواضيع المرعبه والمشوقه. انا وافقت بلا ما نتردد، ودرنا الميعاد والوقت فاش غادي نتلاقاو ونمشيو نشوفوه. كان موعدنا اخر الاسبوع، هو نهار اللي تيكون كلشي جاهز. لحد المهم مشيت لحدا السكنه
ديال الهيثم لقيتو كيتسناني وهاز واحد الورقه في يديه. تسالمنا لاباس بخير، هو تيشوف ديك الورقه. سولتو ديال اش هاد الورقه، ديال هاد الورقه اللي هاز في يدك؟ قال لي هذا العنوان ديال داك الدار اللي غادي نمشيو عنده. وبدات عليه اعراض الخوف والتوتر، وهو يفاجئني قال لي خويا عبد الرحيم بلاش ما نمشيو لهاد البلاصه، راني مرتاحيتش ليها صراحه. انا تفاجأت علاش، وهو كان متحمس باللي واصلا هو اللي اقترح عليا هاد الفكره هذه ديال هاد الشخص هذا اللي غادي نمشيو عنده. وانا نشد من عنده الورقه باش نقرا العنوان، يعني نشوف هاد الورقه هذه علاش خلاتو كيخاف بهاد الطريقه هذه، مناش تخلع اصلا. وفعلا كان العنوان مرعب، واحد المنطقه سميتها ساحل برارك الموت. هاد المنطقة اللي كانت معروفة من قديم عبارة عن برارك عشوائية وقديمة، كانت في النواحي ديال المدينة. واللي ما تيلقاش فين يسكن ولا فين يبقى تيدير فيها واحد البراكة وكيستعقر تما. يعني كانت بعيدة شوية علينا، لكن في الأواخر الناس كانوا تيسمعوا ديما صداع جاي من جهتها. ماشي صداع عادي، كان بحال غوات ديال شي ناس تيتألموا من شدة يعني شي حاجة كتألمهم. في الاول كانوا تيقولوا واش شي مضاربه عاديه بحال اللي تنشوف بين الشباب وداك الشيء تاع التشرمير، عارفين داك الشيء. لكن داك الصوت ديما تيسمعوه، حتى ولا كلشي تيهضر عليه، وما قد حتى شي واحد يقرب من ديك البلاصه ويعرف اش واقع بالضبط تما، حيتاش تتخلع. يعني غير ما تشوفها في هذيك البلاصه كتخلعك. كمل عليه هذاك الصوت. المهم تجمعوا شي وحدين وخبروا الشرطه. وفعلا ملي سمعوا البوليس بالامر ديال الغوات، جاو شي وحدين ومشاو يشوفوا اش واقع ويحلوا المشكل. لكن ما زاد كتر الصداع. ويعني في ديك الوقيته ملي جاو عاد كتر الصداع والغوات في هذيك البلاصه، ولاو الناس تيسمعوا حتى الغوات ديال الشرطه. يعني هذوك الشرطه اللي جاو تما يقلبوا حتى هما ولاو كيسمعوا الغوات ديالهم. وكبر الموضوع في هذيك الوقيته بالضبط، ومشاو خبروا الاعضاء الاخرين اللي كاينين في الكوميساريه باش يجيبوا الدعم باش ينقذوا هذوك الشرطه اللي كانوا تما، ويجيو لعين المكان بالضبط ويمنعوا اي يعني. جاو الشرطه في هذيك الوقيته وفي هذاك الليل، جاو للبلاصه ومنعوا اي واحد يدخل ولا يقرب لهذا المكان حتى يعرفوا اش واقع تما. واللي كانوا عارفين هاد الناس هو باللي دوك البوليس اللي جاو في الاول كلهم ماتوا من غير واحد اللي خرج من دوك البرارك وتيغوت بهستيريا وباغي غير يجري. يعني كيجري وتالف ما عارف فين يمشي ولا فين يجي. قالوا شي وحدين اللي هجم عليه، لكن ملي قربوا منه لقاو عينيه بجوج محيدين. تخيلوا معايا واحد الشرطي من هادوك العينين ديالو بجوج محيدين من بلاصه ديالهم بواحد الطريقه اللي مفزعه بزاف، بحال الا محيدهم شي واحد بيدو ووجهه كامل عامر دم وتيغوت. عيطوا الاسعاف، جاو هزوه وفي الطريق بدا تيقول شي كلام ما مفهومش وتيغوت. جنون جنون. كلاو ليا عينيا واحد شويه، خدا واحد الحديده كانت في الاسعاف، حديده عاديه، وما عرفوش كيفاش ذبح بيها العنق ديالو. ذبح العنق ديالو وقتل راسو بيديه.